السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كبد وقوانص بطريقة حكاية حلوة جدًا، والطعم فوق الروعة، طعمها بجد كان تحفة. اللي ما بيحبهاش هيحبها من النهارده، وهيعملها بالطريقة دي هتعجبه أوي. يالّا بينا نعملها مع بعض، بس اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يدخل يشترك، واللي الفيديو عجبه ما ينساش يحط لي اللايك، واللي عنده أي تعليق يقول لي عليه. يالّا بينا نخش على الطريقة، هاقول لكم عملتها إزاي، وكل تكاية هاقول لكم عليها، بس اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك. أولًا أنا باغسلهم كويس أوي، وباجيب طبق بافصل فيه الكبد عن القوانص، القوانص تحتاج سوا شوية عن الكبد، فأنا باغسلها كويس وباحطها في شوربة على النار، باسلقها زي ما باسلق الفراخ بالضبط. الشوربة فيها حبهان ورق راولي توابل فراخ وفلفل أسود، وباحطها تتسلق علشان القوانص بتاخد سوا شوية عن الكبدة. فعشان إيه ما تبقاش نية معانا. بعد ما القوانص اتسلقت خلاص، باجيب طاسة بقى كده كبيرة على البوتاجاز وبنحط فيها سمنة وزيت. نستنى لمّا الطاسة تسخن كويس أوي، عشان أنا عايزة أمّا أحط الكبد فيها إيه تعمل طشة زي اللي أنتم شايفينها دي، مش عايزاها تنزّل سوائل، ولو نزّلت معانا سوائل أو أي حاجة بنشيلها نرميها، ما بنسويهاش بيها عشان برضه ما تبقاش عاملة معانا زفارة. الكبد دي مغسولة متنضفة ومحطوط عليها معصور عليها ليمونة بس، مش عاملة فيها ولا ناقعاها في خل ولا أي حاجة خالص، هي بس معصور عليها ليمونتين. بس باقلّبها زي ما أنتم شايفين كده على النار مع السمنة. باسويها برضه، أنا مسوية القوانص نُص سوا أو 3/4 سوا، الكبدة برضه نفس الكلام هاسويها 3/4 سوا عشان هاكمّل سواها تاني بس مع الخضار بقى هتشوفوا معايا دلوقتي برضه. هنفضل هنفضل نشوّحها كده على النار زي ما إحنا شايفين. وأول ما نلاقيها الكِبَد طبعًا مش بتاخد وقت خالص وقت في السِوَى خالص، أول ما نلاقي كده اللون بدأ يغمق كده خلاص، هاشيلها من الطاسة خالص، والسوائل اللي نزلت دي كلّها هارميها مش هاسويها فيها تاني خلاص بقى، ونحط تاني في الطاسة معلقة زيت بسمنة تاني، وإيه ننزّل فيهم بقى إيه بصلتين كده حلوين كبار متقطّعين تقطيع صغير خالص، تقطيع مش ناعم أوي ولا كبير، زي ما أنتم ما تحبّوا يعني، ده التقطيع ده براحتكم يعني. وطبعًا كل ما بنكتّر في البصل كل ما بيدّيها طعم أحلى. فأنا نزّلت بصلتين كبار معاهم قرنين فلفل كده رومي، اللي عايزها مشطشطة يحط قرن فلفل حامي تبقى طعمها روعة. أنا طبعًا ما باحبش أسوّي الخضار أوي أو البصل أوي، باحب يبقى لسه طعمه موجود وريحته موجودة، فبادّي له بس تتبيلة يدبل بس كده وريحته تطلع، وبانزل عليه بالطماطم، دي طماطماية كبيرة. بس هنقلّبهم تقليبتين كده وبعد كده أحط بقى التوابل الأساسية هو معلقة كمون صغيّرة، فلفل أسود، كزبرة، دي التوابل الأساسية. أي حاجة تاني بقى دي زيادات، عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين ما تحطوهاش عادي جدًا، توابل فراخ، مكعب مرق، كل الحاجات دي إضافية، بس هو الأساسي ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة، هو ده الأساس، والكمون ده أهم أصلًا حاجة في الوصفة يعني، هو اللي بيدّيها الطعم بجد الجميل. هنقلّبهم كويس أوي الخضار دوّة مع التوابل. وبعد كده هانزل عليهم بقى إيه بالقوانص اللي إحنا كنا سالقينها وشيلناها من الشوربة أهي، القوانص والقلب. آه، كنت باسلقهم برضه عشان هُم اللي بياخدوا سِوَى، نزّلتهم اديتهم برضه تشويحة الأول قبل الكبدة وقلّبتهم، وبعد كده هانزل عليهم بالكبدة اللي إحنا كنا مشوّحينها 3/4 تشويح. تمام. هنقلّب كده زي ما أنتم شايفين. هنقلّب كلّه، بُصّوا بقى الكبدة مش عايزة تقليب كتير عشان ما تتهريش. أنا ما قطّعتش الكبد ولا قطّعت القوانص، أنا سِبتها زي ما هي. الكبدة لمّا بتتقطّع بتقعد تنزّل في دم إيه ما بيبقاش لطيفة، الكبدة عايزة تتساب زي ما هي كده بحجمها ما تتقطّعش، أنا ما قطّعتهاش ولا نزّلت منها دم ولا أي حاجة خالص عشان تطلع معانا بالشكل الحلو ده، والله كان طعمها حلو جدًا. بعد ما خلاص استوت مع الخضار وأخدتوا بالكم أنتم من التقليبة الرايحة الجاية دي، هاعمل لها طشّة كده. أنا الحاجة اللي بيبقى فيها توم باخلّيها في الآخر عشان ريحة التوم تبقى قوية في الأكلة، يعني تدّيها طعم حلو وريحة حلوة ما تختفيش كده مع السِوَى. فده كده إيه، معلقة توم صغنّنة مفرومة مع قرن فلفل أحمر كده حلو، هندّيها تشويحة مع معلقة زيت على سمنة كده، تشويحة بس كده، وبعد كده هننزل بيها على الكبدة اللي إحنا عاملينها. زي ما قُلت لكم الكبدة ما نقعدش نقلّبها كتير عشان ما تتهريش مننا وتتكسّر كده، لأ تحتفظ بشكلها وقوامها، تطلع معانا حلوة أوي. هتعجبكم جدًا لو جرّبتوها بالطريقة دي إن شاء الله.
بس شوّحنا التوم كده، هانزل بيه على الكبد زي ما قُلت لكم، وفي تكّاية هاقول لكم عليها بس لسه استنوا شوية بس لحد الآخر كده، هاقول لكم عليها برضه تفرق معانا في الطعم أوي. بعد ما يتشوّح كده خلاص التوم، أنا باتأكد بس إن التوم استوى كويس، ما أعرفش النار كانت واطية والّا في إيه، هانزل عليها بمعلقة كبيرة، معلقة ممسوحة خل، يعني حاجة بسيطة كده اللي هو إيه، تدّينا طشّة كده، وننزل بيها بقى على الإيه، على الكبدة اللي إحنا عملناها. والله كانت ريحتها خرافة، كانت ريحتها فظيعة، كانت عاملة زي ريحة الكبدة اللي هي الكبدة التانية بقى، اللي هي كبدة الجاموسة والبقرة والحاجات دي، بجد كان طعمها حلو أوي. شايفين الطاسة وشايفين التقليب، ما باقلّبش بالمعلقة، أنا باقلّبها من فوق لتحت كده بالطاسة، شغل فاخر يعني مش أي حاجة. هنقلّبها زي ما أنتم شايفين كده، وهنغرفها بقى على طول في طبق التقديم. هننزل بيها كده بقى إيه، بالراحة كده وعلى الهادي، والله العظيم كانت رهيبة، بالهنا والشفا. بعد ما قدّمناها بقى خلاص، التكاية بقى اللي هتدّيها طعم حلو أوي وحاجة برضه مفيدة، إن الكبدة طبعًا إحنا عارفين إن هي مليانة بالحديد، فاللي بيساعد على امتصاص الحديد فيتامين سي، فهندّيها عصرة ليمونة كده من على الوش كده، بتدّيها بقى طعم جامد بقى، حلو أوي. الحركة دي اعملوها مع الكبدة اللي هي الجاموسي، ومع الكبد والقوانص، وبألف هنا والشفا، ما تنسوش الاشتراك واللايك.